اشتغل يعني، صدق اشتغل يا ابني اشتغل. ده مش الصورة الشخصية دي. الله ينور يا موسى. الله ينور يا معلم علي. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا جماعة الخير بنركب سيراميك فوق سيراميك بالمادة. طبعا احنا استخدمنا المادة بتاعة لزق السيراميك. لزقنا سيراميك جديد على سيراميك قديم بدون تكسير وبدون رمل واسمنت. هنا طبعا زي ما حضراتكم كده شايفين السيراميك القديم كان لونه سماوي كده. لونه ازرق 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 فاتح. وبعدين عملنا البلاطه القديمه اللي هي كانت 15 في 20. البلاطه القديمه الايشان القديم، وهم حبوا يجددوا غيروا فجابوا سيراميكا 30 في 60 من شركه كليوباترا. طبعا زي ما حضراتكم كده شايفين ده الشاور الغامق اللي هنا ده كده حدود الشاور، يعني هنعمل رخامة هنا كده تمام، وهنعمل هنا شاور هيقفل بسكوريت ازاز، وبعدين اللي بره ده هيبقى كله ايه لون واحد بلون الحمام. طبعا هو اللون يعني هم مش عايزين حاجة كلاسيك، مش عايزين بقى الوان وبهرجة كتير، فهم جايبين لون هادي كده ايه ولون واحد في الحمام كله. الحمام كله زي ما حضراتكم كده شايفين لون واحد، ما عدا عن الشاور هو اللي ايه جايبينه لون تاني، لون نفس الشكل بس ديكور يعني. وهنا طبعا الشغل اللزق سيراميك فوق سيراميك بيوفر كتير طبعا في التكسير، يعني بيلغي عندك شغل التكسير والهبد والكلام ده. ما بقاش عندك راتش كتير، ما بقاش عندك ما بتطلعش رمل واسمنت. كمان الشمع ما بتتبهدلش، فبيبقى شغل المادة انضف. وهو مش اوفر كتير بس بيبقى انجز واسرع في الشقق الساكنه، وما بيبقاش فيه دق وتكسير ولا تطليع. يعني احنا هنا في الدور الخامس، فعشان يطلع رمل يطلع اسمنت صعب جدا عليه، يعني يطلع اسمنت ويطلع رمل ويكسر. تكسير لوحده عايز له يوم، وتنزيل راتش والكلام ده عايز له يوم تاني ادي يومين، وتطليع الاسمنت مع الرمل والكلام ده حوالي يومين برضك على 4 ايام، وشغل التلبيش والكلام ده كله يومين، فبتخش في 6 7 ايام. فممكن الحمام ده ياخد معاك 10 ايام لو اشتغلت مونة واسمنت ورمل وكسرت السيراميك. لكن لو بتشتغل سيراميك على سيراميك بياخد يوم او يومين بالكتير معاك، يعني الحوض دي خلصت في يوم والأرضية تخلص في يوم بإذن الله. يبقى أنت كده قفلت حمامك، تركب القعدة والحوض وتشغل حمامك في خلال يومين، يكون الحمام اتغير واتجدد معاك، ولا جيران اشتكت من تكسير ولا دق ولا أي حاجة خالص. وده الشغل الحديث والطريقة اللي احنا بنشتغل بيها. وشكرا لكل المتابعين والناس اللي بتتابعنا، والسلام عليكم ورحمة الله.